السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو لسه ما خزنتيش سبانخ، تعالي اقولك على طريقة جميلة جدا هتخزنيها بيها. ان شاء الله هتعتمديها من جمالها، وبتخلي طعم السبانخ تحفة وبتقعد معاكي فترة طويلة جدا. اول حاجة طبعا الخضرة بتاعتنا والسبانخ غسلينهم كويس جدا وسيبناهم كمان يتصفوا. الخضرة بتاعتها طبعا كزبرة وشبت، بس انا بحب اضيف بقدونس لو انت حابة، لان البقدونس كمان السبانخ نسبة الحديد فيها عالية، فالبقدونس كمان بيمتص الاملاح، فانا بحب اضيفها كمان عشان بيريح المعدة كمان. هنا بعد ما بنغسل السبانخ وبنصفيها كويس جدا هي والخضرة هنقطعها. قطعيها بقى بالطريقة اللي بتحبيها، يعني تقطعيها بمقص او بسكينة زي ما انت عايزة. انا بقطعها بالمقص، بحب اقطعها اسرع، بحسها بالمقص اسرع. تمام، قطعناها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي بتبقى كميتها كبيرة كده، فلو خزناها بالطريقة دي اصلا اول حاجة هتغمق، وتاني حاجة هتاخد معانا مكان كبير ومش بتبقى حلوة. احنا عندنا بقى هنا معلقة كبيرة من دي زبدة بلدي. لو عندك بقى سمنة زيت، بس انا بصراحة بفضل السمنة البلدي، بتخليها طعمها جميل جدا. لكن لو مش متوفرة، ممكن معلقة زيت، معلقتين زيت كبار او معلقة سمنة عادية. لان اهم حاجة ان احنا نشوحها، يعني اهم حاجة ان السبانخ بتاعتنا تتشوح في اي مادة دهنية. طبعا بعد ما السمنة بتاعتنا ساحت كده، هنبتدي بقى نضيف السبانخ والخضرة. طبعا لازم تكون الحلة كبيرة، او مثلا هتحطيها، ولو الحلة مش كبيرة مش هتساع السبانخ وهي لسه هايشة كده، هتحطي وتقلبي لحد ما تقل معاكي، تحطي تاني، تزودي تاني في الحلة. نحط ونقلب تمام كده، وهتفضلي بقى تقلبي فيها، هي مش بتاخد وقت في التشويح بتاعها. اهم حاجة ان انا هحط واقلب. اول ما هلاقي لونها بدأ يديني بقى اللون الخضار الداكن الغامق ده، يعني زي ما انتوا شايفين لما بقلب كده، وهتلاقيها يعني كميتها قلت. طبعا اول ما كميتها بتقل وبتلاقيها خرجت المية بتاعتها، طبعا المية دي مهمة جدا، هنحتاجها، يعني ما مش هنصفيها ولا حاجة، ده هي المية دي الفايدة كلها بتاعت السبانخ. لو بتستخدمي حلة صغيرة زي ما قلنا، اول ما هتلاقي مثلا هبتت معاكي او قلت شوية، دبلت شوية، هتقومي ضايفة شوية تاني لحد ما تخلصي الكمية كلها. تمام كده. نار عالية عادي او نار متوسطة مش مشكلة، انت كده كده هتبقي واقفة جنبها بتقلبي. هي مش بتاخد وقت خالص، يعني اقل من 5 دقايق. بنفس الطريقة كده، بصوا اهي الكمية بتاعتها قلت، والمية بتاعتها بدأت تنزل. اهي كميتها قلت خالص، وكمان هي نزلت المية اللي فيها. اهم حاجة اول ما بتوصل معانا المرحلة دي خلاص كده، نطفي عليها النار ونرفعها من على البوتاجاز، اصلا نحطها مثلا على الرخامة ونفضل نقلب فيها كده علشان نخرج منها السخونية اللي فيها، علشان ما تغمقش معانا خالص، يعني لونها ما يسودش، عشان احنا بنبقى عايزين نبردها بأسرع طريقة يعني. نحطها في مكان يكون فيه هواء ونقلبها كده عشان تبرد بسرعة، وهنشيلها من على البوتاجاز عشان حتى يعني ما يبقاش سخن حتى. زي ما انتوا شايفين لونها، كمان البخار مش مخلينا شايفين لونها كويس. وطبعا المية اللي فيها دي احنا هنغلفها فيها، يعني هنخزنها معاها، وهي اصلا لما هتبرد هتكون شربت جزء كتير من المية اللي هي فيها، مش هيبقى فيها كل المية دي. بنرفعها بقى من على النار زي ما قلنا، نحطها على الرخامة ومكان فيه هوا ونقلبها لما تبرد معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما بيكونش فيها برضو نسبة المية اللي كانت فيها، لان هي بتبقى بردت، شربت المية بتاعتها تاني، بيفضل نسبة بسيطة من المية. واحنا بنكيسها بقى هنحط في كل كيس شوية من المية دي، هنقسم المية على اكياس السبانخ. عايزة اقول لكم لونها حلو قوي، وبيبقى طعمها بجد يعني احسن ما بتعمليها لسه فريش كده.
ان شاء الله هتجربوا الطريقه دي وهتدعولي. وكمان البقدونس فيها والله بيخليها حلوه قوي، يعني بيخليها تبقى خفيفه كده على المعده، ولو حد مثلا عنده املاح ولا حاجه مش هتأذيه ان شاء الله. هنبتدي بقى نكيسها طبعا على حسب الطبخة بتاعتك، على قد الطبخة بتاعتك. وما تنسيش ان هي كده دبلانة، يعني ما تكتريش في الكيس قوي، يعني ما تغشكيش، لان هي كده يعتبر نص تسوية تقريبا، عشان ما تخمكيش وانت بتكيسي. تمام كده. اهم حاجة بقى، دي نقطة مهمة جدا وانتي بتكيسيها، ان انتي ما تخليش حرف الكيس المفتوح ده يكون من تحت، علشان هينزل المية اللي في السبانخ وهيبهدلك الدنيا طبعا. فاهم حاجة ان انت تخلي فتحة الكيس تكون من فوق، يعني زي ما انا هوريكي كده. دي لو مثلا انت هتحطي كمية كبيرة، فالكيس هيبقى تقسميه اتنين بس، هتعمليه بالشكل ده، هيكون تانية الكيس من فوق كده. بس انا عشان بعمل كمية قليلة، فانا هتني الكيس تانيتين، يعني هرجع تاني اتني الكيس تانيتين. لو انت هتعملي كمية كبيرة زي ما قلنا تتنيه بالشكل ده. اهم حاجة فتحة الكيس تكون من فوق. واهم حاجه كمان ما بتكيسيهاش كده غير لما تكون بردت تماما، وبتحاولي تحطيها زي ما قلنا من الحاجات المهمه في مكان متهوي او بارد، وتقلبيها علشان تبرد بسرعه. تمام كده. بصي، دي الطريقه اللي انت هتحفظيها بيها. اهم حاجه ان انت ما تخليهاش تنزل الميه بتاعتها، لان هي هتبهدلك الفريزر، وكمان هتنزل الميه بتاعتها وهتبهدلك الدنيا. تمام كده. هتتني الكيس كده. دي انا بقى الكميه بتاعتي مش كبيره اللي بشيلها، فهتني كده وهتني تانية كمان، وبخلي فتحه الكيس من فوق كده زي ما انتوا شايفين. يعني هترصيهم بداية، هيبقى الكيس فتحة الكيس من فوق، وهترصي الباقي فوق بعض. ولما تخزني ايا كان الحاجة اللي هتشيليها كمية كبيرة، ما تحطهمش كلهم فوق بعض، علشان مش هتجمد بسرعة. حاولي حتى لو انت هتوزعيهم بعيد عن بعض، حتى ترصيهم يعني كل اتنين مثلا فوق بعض، ما تزوديش اكتر من اتنين، علشان حاجة تجمد معاكي بسرعة، وخاصة لو الجو حر مش هتجمد معاكي، وممكن الحاجة تخسر منك. تمام كده. ده انا كده الكميه بتاعتي بعد ما فرطتها زي ما انتوا شايفين عملت معايا 6 اكياس. ودي انا كنت مخزناها قبل كده، عايزه اوريكم شكلها. بصوا الميه بتاعتها فيها زي ما هي اهي، وكمان لونها بيبقى حلو قوي. هطلعها لكم دلوقتي تشوفوا لونها. وبتخرج بسهوله جدا طبعا، مش بتسيبيها تفك ولا حاجه، بتبقى طبعا عامله لها تسبيكه، وبتطلعيها من الكيس زي كده، تنزليها فيها على طول زي ما انتوا شايفين. طبعا كده عشان هي مجمدة لونها حلو قوي، يعني عايزة اقولك بجد بجد تحفة. وزي ما انتوا شايفين بتطلعيها من الكيس كده، بس هي لسه مجمدة زي ما هي، يعني انا يا دوب لسه جايبة الكيس ده من الفريزر حالا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو كملتوا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة، علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.